ويسعد أوقاتكم جميعا. حابب بهذا الفيديو نقدم أو نتعرف مع بعض على المفاتيح في الكيبورد. طبعا كل كيبورد له مفاتيح، عدة مفاتيح، وهذه المفاتيح كل مفتاح له اسم، إن كان مفاتيح بيض أو أبيض باللون الأبيض أو مفاتيح سود باللون الأسود. كل مفتاح له اسم، رح نتعرف عليهم مع بعض. شو أسماء المفاتيح هدول؟ طبعا ما هي شغلة صعبة، لكن لازم نعرف هذا الشيء. كل عازف لازم يعرف هذا الشيء، كمبتدئ كسماعي يتعلم سماعي أو عنوطة. فأسماء المفاتيح هو مثل ما نحن بنعرفها في لغتنا العربية بنلفظها، يعني ما رح نتكلمها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو ألمانية، كل واحد عنده أسامي خاصة. لكن ما رح طول عليكم ونشوف. بالعربي دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي، دو. دو، سي، لا، صول، فا، مي، ري، دو. هيك أسماء المفاتيح البيض. المفاتيح السود كمان لهم لهم أسماء خاصة. يعني إذا قلنا الدو، إذا بدنا نروح من الدو على اليمين يعني صعودا يتسمى دو دييز، ونزولا لما نخفض الصوت يسمى الري بيمول. هو المفتاح نفسه لكن له اسمين، عكس مفاتيح البيض. إذا قلنا دو دييز، ري دييز، الفا دييز، اللا دييز، والعكس بيكون السي بيمول، اللا بيمول، والسول بيمول، والمي بيمول، والري بيمول. هدول أسماء المفاتيح السود، صعودا ونزولا، لهم اسمين. هلا بنروح على الكيبورد ونشرحها عمليا بطريقة عملية، يعني ونتعرف أكثر شوي كمان، ومشان نظريا نحفظهم شو هن الكلام اللي قلناه أو الأسماء اللي قلناهم. لازم نعرف وين موجودين بأي منطقة في الكيبورد. استنونا. وهلا رجعنا على الكيبورد ورح نشرح شيء اللي ذكرناه من شوي. إذا قلنا نبدأ من هون، دو ري مي فا صول لا سي دو. إذا قلنا هذا من الدو إلى الدو، هذا اسمه الدو القرار، هذا اسمه الدو الجواب. طبعا كل كيبورد فيه عدة أوكتافات. مثلا عندنا هون أوكتاف، أوكتافين، 3 أوكتافات، 4، 5 أوكتافات في الكيبورد. هذا اسمه الأوكتاف واحد. شرحنا هدول أسماء المفاتيح. هلأ نشرح أسماء المفاتيح السود. كل مفتاح أسود له اسمين، صعودا ونزولا. بالصعود اسمه الدييز، والنزول اسمه البيمول. هذا اسمه، نبدأ من أول مفتاح، دو دييز، ري دييز، فا دييز، السول دييز، اللا دييز. هلأ بنرجع رجوع، بيكون هذا اسمه صار، ننزل نزول، السي بيمول، اللا بيمول، السول بيمول،
المي بيمول والري بيمول. هدول أسماء المفاتيح، نحفظهم بهذا الشكل. هيك أسماء المفاتيح. وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله راح نشوف نشرح المسافات، يعني كل في مسافات، في مسافة، في بعد أو بعد، يعني في نصف تون وفي تون. راح نشرح هدول. ابقوا معنا في الفيديو القادم، راح نكون بشرح أكتر، وإن شاء الله نتمنى أنه تكون هذا الشيء واضح ومفهوم للكل. شكرا للمتابعة وإلى الفيديو القادم.